لكم سرا قد يكلفني غاليا. لقد استدعاني أنا شخصيا السفير الإيراني، وكان أول سؤال وجهه لي في السفارة الإيرانية هو: كيف حال صدام؟ إننا نحن الإيرانيين قلقون جدا على صحته. في الحقيقة عندما سمعت السؤال تمسكت بالكرسي الذي أجلس عليه لأتأكد بأني لم أكن في حلم. قال لي السفير: لنتفق على شيء، نحن سنقول إن صدام لم يقصف الأكراد بالغازات، وأنت قل إن الإيرانيين لم يقصفوا الأكراد بالغازات، وسنقدم لك ملفا يحتوي على الدليل أن مجاهدي خلق هم الذين استخدموا الغازات، وهكذا نتفق على جهة نلقي اللوم عليها، وبذلك يسلم الجميع. ما رأيك؟ كل ما كان ليحدث لو لم يحدث ما حدث في الأساس في حلبشة وغيرها، يعني يجب أن نكون أيضا حلبشة لدينا من الأدلة والوثائق والقرائن، وموجودة لدى CIA والمخابرات